يا هلا وغلا عليكم. اهلا بيكم في حلقه جديده من البودكاست اللي جايب لي مشاكل وكلام كتير قوي. كنت اتمنى ان الحلقات اللي فاتت زي ما انا كنت بعدها بحب وبقدمها بحب ان الكومنتس عليها تكون منصفه شويه. الحقيقه ان كل طرف من الاطراف في كل حلقه بكون بحاول ان انا امسك العصايه من النص، ولكن الطرفين مش عاجبهم. يا اما انا بتهم ان انا منصفه جدا للستات، او ان انا منصفه جدا للرجاله وظلمه الطرف التاني. على كل ان انا معاكم النهارده في حلقه يمكن احاول ان انا ارضيكم بيها، ارضي الستات وارضي الرجاله. موضوع حلقتنا النهارده هيكون عن البذل في العلاقات. والبذل في العلاقات هنا مش بس البذل علشان اوصل للي قدامي ان انا بحبه وان انا عايزه، لا، هو ان انا ابذل مجهود علشان العلاقه نفسها تستمر. هو انا المفروض يا رنا ابذل مجهود عشان العلاقه تستمر؟ هو مش المفروض اللي عايزني هيبقى معايا حتى لو انا كنت صباره بين ايديه؟ لا، ده بوستات، ده كلام بوستات، اللي انت بتقوليه ده واللي انت بتقوله ده كلام بوستات، ده مش حقيقي. انما ايه الحقيقي بقى؟ تعالوا نتعرف مع بعض ايه الطريقه اللي ممكن احاول ابذل بيها في العلاقه من غير ما يقلل مني او احس ان انا بستنزف. تخيلي انت كده وشريكك او انت وشريكتك واقفين في شارع طويل قوي، انت في اوله وهي في اخره، عايزين تتلاقوا في النص او عايزين تتقابلوا. طرف منكم بيحاول يجري بأقصى قوة عنده علشان يوصل للطرف التاني، عمال يجري ويعافر وينهج ويكح ويقع ويقوم، والطرف التاني واقف في مكانه او قاعد كمان وحاطط رجل على رجل ومستني ان حضرتك او حضرتك توصلوا لهم في سلام. اوصفولي كده مشاعركم وقتها هتكون عاملة ازاي؟ اوصفولي هتكونوا حاسين بايه؟ خلوني انا اقولكوا سيناريو كده بسيط. لو انا في مكانكم، اعتقد ان انا مهما كنت بحب الطرف التاني، او حتى لو مش انا بشكل شخصي، يعني لو بشكل عام، الشخص اللي بيجري ده لو بيحب الطرف التاني مهما كان درجة حبه ووفائه ليه، هيحس ان هو عمال يعمل حاجات ويبذل مجهود جبار، في حين ان الطرف التاني ما بيتحركش من مكانه. مفيش مبادرة، مفيش حتى رد فعل، مفيش اي مسافة بيحاول انه يقطعها علشان يوصل لي. اكيد بالتالي مش هبقى حابة ان انا اكمل، مش هبقى عايزة اروح اصلا. يا اما هقف في مكاني اقول خلاص انا مش لعبة، يا اما هحاول ارجع كل المسافة اللي انا حاولت اجريها وانهج والهس على الطرف التاني، ومش هستخسر كل المجهود اللي اترمى. هقول مش مهم، احسن ما اروح وابذل اضعافه من غير ما الاقي اي مجهود قدامي او اي نتيجة. بالظبط ده اللي بيحصل في العلاقات. لما نلاقي طرف فيهم بيحاول بكل ما أوتي من قوة ان هو يبقى قريب من الطرف التاني، يتكلم معاه، يتواصل معاه، يشوف اللي بيحبه يعمله، يشوف اللي بيكرهه ما يعملوش، يحاول يقرب له، يحاول يقول له انا معاك موجود زي ما انت عايز، او حاول حتى تغير. وللأسف في ناس كتير قوي بتكون فاهمة البذل ده غلط. يعني اعتقد في مرة حد قالت لي انا مش مطلوب مني اني اقدم اي فروض الولاء والطاعة في حين ان الطرف التاني مستقبل. طيب ما هو فعلا مش مفروض منك، انت فاهمة غلط. ان انا ابذل في علاقة معناها ان انا احاول مرارا وتكرارا ان انا احافظ عليها، ان انا احافظ على الشخص اللي معايا، بس ده ليه شروط. خلوني الاول اقول لكم ازاي ابدا ابذل في علاقة من غير ما احس ان انا بقلل من نفسي. اول نقطة مهمة قوي ان انا احاول اعرف الطرف التاني ده هو مناسبني ولا لا. الاول لازم اعرف اصلا انا عايزة ايه، انا بحب ايه، انا امكانياتي ازاي، انا مواصفاتي ايه. طيب فارس احلامي ده او فتى احلامي ده، هل هو ده فعلا ده اللي معايا ولا لا؟ طيب الشخص ده مش لازم يكون فتى احلامي، هو الشخص ده مناسب ليا ولا لا؟ انا عايزاه ولا لا؟ انا مستعدة اكمل بقية حياتي معاه ولا لا؟ في حين ان انا لقيت كل ده معايا، وفي بوادر وفي علامات بتقولي ان الطرف التاني عايزني وبيحبني وبيبقى مرتاح معايا، انا مرتاحة معاه، المشكلة ان انا احاول افهم هو ايه اللي بيحبه، ايه اللي عايزه، ايه اللي ممكن يضمن له سلامه النفسي وسلامي النفسي عشان العلاقة دي تطول او حتى تكمل او حتى تبتدي. هو اللي قدامي هيعرف منين ان انا بحبه لو ما وضحتلوش وبينتله ان انا احاول اساعده، او ان انا عايزة اساعده، او ان انا اقدر اساعده، او ان انا قادرة افهمه،
او ان انا قادرة ان انا اعمل مجهود وابذل مجهود علشان نكمل مع بعض. الحقيقة احنا مش دايما بنكون متناسقين ومتناسبين مع بعض. يعني تلاقوا في حد بيبقى عايز يرتبط بشخص يمكن مش زيه في اللايف ستايل، مش زيه في الثقافة، مش زيها مثلا في المستوى الاجتماعي، المستوى المادي، احنا مش زي بعض، بس بنعمل مجهود علشان نوصل لبعض. يا اما مجهود مادي او اجتماعي او حتى عاطفي. طب عاطفي ازاي؟ مش المفروض اصلا نكون احنا متفقين عاطفيا؟ لا، مش دايما بنكون متفقين عاطفيا. في فروق فردية، في طريقة انا بعبر بيها عن حبي ليك، وفي طريقة انا ببقى محتاجاها انك تعبر لي عن حبك ليا. مش كل الناس بيعرفوا يوصلوا للنقطة دي، ومش كل الناس بيعرفوا يعبروا لبعض عن حبهم او يستخدموا الاساليب اللي بتناسب الطرف التاني وتناسبهم علشان يبقى في تجانس مع بعض. فالمجهود اللي انا بعمله سواء علشان ارتقي بمكانتي الاجتماعية علشان أليق بالطرف التاني، او المجهود اللي بعمله علشان اقدر اوصل له حبي ليه، او اقدر ان انا ابين له قد ايه هو شخص غالي عليا ويستحق التغيير او يستحق البذل والمجهود، ده مطلوب. دي مش رفاهية على فكرة، او ده مش منا، احنا بنمن على الطرف التاني بان احنا بنبذل مجهود علشانه. اكيد ليها شروط واكيد مقننة، بس الفكرة نفسها ان في ناس ما بتقتنعش وما بتعترفش بالمجهود. يعني بستغرب جدا لما الاقي حد تقولي والله يحبني زي ما انا. هيحبك زي ما انت ازاي؟ يمكن هو حب الجانب الطيب اللي في شخصيتك، ومع العشرة والتعامل اكتشف في جانب هو مش حبه، فنبهك علشان تغيريه. يمكن كتير بنات بعد الخطوبة مثلا بتكتشف ان الطرف التاني خطيبها ده في بعض الصفات اللي ما كانتش عارفاها. يعني احنا الخطوبة دي بنعملها علشان نتعرف على الطرف التاني سواء الراجل او الست، فمع الوقت اكتشفت ان في حاجة مش عاجباني، مش عايزاها. هل ده الزاما عليا ان انا اكمل واقول هو كده فانا هاخده زي ما هو عشان انا بحبه، او انا كده ومش هتغير وياخدني زي ما انا عشان هو بيحبني؟ ده كلام ما يبنيش بيوت. الكلام بتاع القصص والاساطير والروايات ده ما بيفتحش بيوت، ده ما بيسددش اقساط، ده ما بيبنيش، ده ما بنخلفش بيه عيال ويوديهم مدارس وحضانات ويشوفونا واحنا بنربيهم ويشوفونا واحنا قاعدين بنهزر ونضحك ونتخانق ونتكلم. الكلام ده كله ما بيأكلش عيش فعلا. طيب ايه اللي بيأكل عيش؟ اللي بيأكل عيش ان انا اكون شخص واقعي وعارف انا عايز ايه واللي قدامي محتاج ايه وانا اقدر على ايه وما اقدرش على ايه، بحيث ان انا ابقى فاهم قدرتي وطاقتي ومشاعري هتبقى موجهة صح للطرف ده ولا لأ. طيب نرجع لمرجوعنا، ازاي ابذل في العلاقة من غير ما اقلل من نفسي؟ لما جيت اتكلمت معاكم وقلتلكم كل واحد عنده حدود واضحة المفروض يمشي بيها. انا حدودي او الحدود بتاعتي سواء بقى في شخصيتي، في شغلي، في كياني، في كاريري، في طريقة المعاملة اللي عايزة اتعامل بيها، ايا كان دي كلها بتقع تحت بند الحدود. حدودي واضحة ليك، ما تتعدهاش، وفي المقابل انا هحاول ابذل مجهود علشان نتلاقى في النص، عشان نتواصل، علشان نوصل لبعض. كون ان انت ما بتحبش حاجة فيا وانا حاول ابذل مجهود عشان اغيرها، فده مطلوب في العلاقة، بس مش اي علاقة. علاقة يكون فيها تفاهم، يكون فيها حب، يكون فيها بصيص امل ان انا لما اتغير، خاصة لو هتغير في حاجة انا مقتنعة بيها في نفسي او انا متعودة عليها، يكون الموضوع يستحق. ولازم نسأل نفسنا سؤال مهم قوي، هل انا ببذل مجهود في العلاقة عشان ابدأها ولا علشان ما اخسرهاش؟ خليني اقول لكم ان الفرق ما بينهم واضح وكبير. ان انا ابذل مجهود في العلاقة علشان ابدأها ده اكتر عرضة ان انا ما كملش فيها. ليه؟ لان انا من الاول انا عارفة ان في حاجات مش متناسقة ومش متناسبة معايا، فانا عارفة ان انا من الاول عليا لود وانا داخلة، وعارفة ان الشخص ده مش زيي وانا مش زيه، احنا الاتنين ما بنحبش نفس الحاجة او مش متفقين على نفس الحاجة او مش عارفين نتعامل في نقطة معينة. فالمجهود اللي انا ببذله ده انا عارفة ان هيجي وقت عاجلا ام اجلا ومش هقدر. انما لو انا اصلا في العلاقة واصلا انا متفقة على كل حاجة مع الطرف التاني، وظهرت حاجة انا مش متفقة
فيها معاه، وحاولت ان انا ابذل مجهود في العلاقة عشان ابقى عليها وعلشان افضل مكملة فيها وعشان ما اخسرهاش، هل ده ممكن يأثر عليا بالسلب؟ ما اعتقدش، لان انا اوريدي انا اصلا متفقة على نسبة كبيرة جدا من الحاجات اللي في الشخص التاني، سواء بقى شخصيته، طريقة كلامه، طريقة معيشته، افكاره، عاداته، معتقداته، كل حاجة. فإن أنا أبدأ علاقة وأحاول أبذل فيها علشان أبدأها أصعب بكتير من أن أنا أكمل فيها عشان ما أخسرهاش. خليكوا دايما داخلين العلاقات وإنتوا محددين هدفكم. أنا النهاردة داخلة العلاقة دي وعارفة إن أنا هيجيلي من وراها تعب قلب، فلا هبذل بقى وهاخد التجربة للآخر ومحدش يتدخل وأنا عارفة أنا بعمل إيه. ده كله كلام غلط. احنا ليه بنربط نفسنا بعلاقات ممكن تخلينا مع الوقت مرضى نفسيين، ممكن تخلينا مع الوقت مش عايزين نكمل مع اي حد، مش مع الشخص ده بس. لازم نفكر 1000 مرة قبل اي خطوة بنخطوها تجاه اي شخص او اي علاقة، حتى لو كانت علاقة صداقة. بني ادم اللي قدامي، الصديقة اللي قدامي، الحبيب اللي قدامي، الخطيب اللي معايا، الناس دول انا قادرة اتأقلم مع عيوبهم ومميزاتهم تمام. اوعوا تدخلوا علاقات انتوا عارفين انكم مش هتقدروا على صفات الناس اللي فيها وتقولوا احنا هنغير، احنا هنبذل مجهود. المجهود لو ظهر مع اتفاقكم الكامل او اتفاقكم في المجمل مع الاشخاص ده اسمه بذل مجهود. انما علشان ادخل علاقة واقول انا ببذل مجهود عشان ابدأ العلاقة، اعتقد ان ده بيندرج تحت بند الغش. ليه الغش؟ لان انا من الاول انا مش الشخص اللي متوافق مع الطرف اللي انا عايزه اغير نفسي عشانه، فانا ببني شخصيه اصلا مش بتاعتي. انا بختبر نفسي وبحاول احط نفسي تحت لود. انا كده مش هختبر نفسي بس، انا هحط نفسي تحت لود التغيير. هضحك على نفسي واقول لنفسي انا بتغير علشان مع اول موقف واول صدمه او حادثه او اي مشكله تحصل ما بيننا هلاقي نفسي رجعت للصفر من اول وجديد، لان مش ده الشخص اللي انا اتربيت عليه، ولا ده الشخص اللي انا عرفت اتعامل مع الناس اللي حواليا من خلاله. وده مش انا، ده شخص مصطنع بيحاول يعمل مجهود مزيف علشان يرضى انه يدخل في علاقة هو مش شبهها. وزي متعودين اخر حلقة كل بودكاست ما تنسوش تسيبوا الكومنتس بتاعتكم بالاسئلة والاستفسارات اللي انتوا عايزينها، وانا ان شاء الله هحاول ارد على اي سؤال او اي استفسار على قدر الامكان. يعني اتبسطت معاكم النهاردة، كنت معاكم انا رنا السمان، استشاري اسري وتربوي. يا رب تكون الحلقة فادتكم. السلام عليكم.